قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. قررت محكمة الدار البيضاء في المغرب الجمعة حبس رئيس الوداد الرياضي أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا سعيد الناصري إثر التحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات. واستجوب قاضي التحقيق صباح الجمعة سعيد الناصري 54 عاما وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بترويج مخدرات، استعمال شيك مزور وفق ما نقلته وكالة فرانس بيرس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القاضي وجه إليه أيضا تهمة تبييض أموال، ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن التوقيف، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق شمال شرق البلاد عبد النبي بعيوي 58 عاما وفق ما أضاف المصدر. والناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب. وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير. وفتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية التجار الدولي في المخدرات للناصري بحسب المصدر. ويتعلق الأمر ببارون مخدرات يلقب بالمالي لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن ل10 سنوات في قضية اتجار دولي في المخدرات بحسب ما كشفت مجلة جون أفريك في أغسطس. وقالت صحيفة الأحداث المغربية الجمعة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد تصريحات المالي شملت نحو 80 شخصا، بينهم ضابطان في الشرطة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات القضائية بهذا الخصوص.